بونسوار البنات، اليوم جبت لكم بريوش بحلة جديدة. مورق بدون زبدة التوريق ومحشي من الداخل، يجي بزاف بنين شباب ويجي خفيف بذوق الكراميل. درته بذوق الكراميل. نبدو بسم الله الوصفة تاعنا. درت كاس على ربع حليب، قرشة تاع ملح، نص فنجان تاع لاتاي هذا زيت، ومغرف كبيرة خمارة تاع الخبز، مغرف كبيرة خمارة الخبز، ونص كاس سكر، ونديرو شوية لافاني قد ما تبغوا، نص مغرف صغيرة ولا انا درت هذه عندي سائلة. ونخلطوا المكونات تاعنا بالفوي ونبدو نضيفو في الفرينة بشويه. نضيفو الفرينه غادي تحتاجوا حوالي 3 كيسان، هي كل وحده والفرينه تاعها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. نتوما كي تشوفوا القوام ولا مناسب كما غادي نوريه لكم حبسوا، ما تزيدوش الفرينه، هي تجي شويه تتلصق، تجي عارفين عجينه كما تاع البريوش نورمال. هاني ضفت الكاس الزاوج، وغادي نضيف في الكاس الثالث، نبدا نضيف فيه بشويه، وضيفوا على دفعات، ماشي قلت لكم 3 كيسان تكبوا 3 كيسان ومن بعد تحصلوا، لا ديروا غير بشويه على دفعات وراكم تلموا في العجينه وتعجنوا فيها. عجنوها شويه، خلوها تتلصق وطريه، تجي طريه، وبعد نديروا لها بلاستيك ساشي ونخلوها تخمر شويه، نخلوها تخمر حوالي انا دات لي واحد 45 دقيقه، ثم نص ساعه 45 دقيقه كي تشوفوها خمرت بداو تخدموا فيها. هنايا هاني درتها في البلان طرافاي، رشيت شويه فرينه، عاونوا رواحكم بالفرينه باسكو هي شويه تتلصق، عاونوا رواحكم بالفرينه، حلوها مليح، حلوها رقيقه، رقوها شويه، وجيبوا جيبوا دهان لا مارغارين، دهان، طلوها كاع بالدهان، دهان عادي، زبده عاديه تاع نورمال تاع القوطي، ماشي زبده التوريق. هاي اني نستعمل هذه ديما، راني شريتها. ونطبقوها، ها نشوف طبقت الاولى، وهاي نزيد الزاوجه، وغادي نزيد الثالثه، وسحفوها العجينه غير بشويه. ومن بعد هنا غادي نعاود نطلي الدهان على الطول، ونعاود نطويها على زوج، ونديروها في ساشي ولا بلاستيك، ونديروها في الكونجيلاتور بلا ما جمد معانا هذيك الزبده تجمد معانا، ومن بعد نعاودو نجبدوها باش نقدو نستعملوها، خاطش هكا ما نقدوش نستعملوها. دروك نحضروا الكريمه اللي تجي في الوسط، غادي نديروا كريم باتيسير، درت مغرف فلان فاني، اللي عندها فلان كراميل دير ديريكت فلان كراميل، وتدير 2 مغارف فلان كراميل وتستغنى على السكر. انا درت مغرف فلان فاني، مغرف كبيره سكر، ومغرف ونص، ديروا مغرف ونص تاع مايزينا، خلطوها مليح وديروها فوق النار باش تعقد، ديروها تعقد فوق النار. وهاي النتيجه كيفاش تجي. من بعد زدت لها انا ذوق الكراميل، انا بغيتها بالكراميل، اللي تبغيها فاني تخليها فاني، دير شويه لافاني في التالي وصاي. هاي كيفاش تجي، بصح بذوق كراميل جاتني شابه، عجبتني. دروك نعاودو نحكموا العجينه تاعنا، نجبدوها من الكونجيلاتور بعد ما خليناها واحد 20 دقيقه وهي في الكونجيلاتور، نحلوها مليح، ما ترقوهاش بزاف، حلوها شويه، ما ترقوهاش بزاف. وطلوا لاكريم، طلوها غير في نص العجينه، طلوا لاكريم غير في نص تاع العجينه، وعاودوا نطووا العجينه على زوج، نطلوها مليح. هاي شويه متماسكه بورطون راهي حاميه لاكريم، صح هي تجي كيما هكا شويه متماسكه باش ما تعيناش في الخدمه. ومن بعد نطووها على زوج ونبدو نقطعوا فيها، تبغوا تطوها على زوج وتطلوها كاع بالبيض وتقطعوها، تبغوا ديروا كيما درت انا، قطعتها ستفتها في السني، كي تستفوها في السني خلوا البلاص بين الوحده والوحده باسكو شويه غادي نخلوهم يخمروا، ونطليت كل وحده طليتها وحدها بالبيض،
ديروا حبه بيض، خلطوها مليح وطلوا من الفوق، طلوها مليح بالبيض باش تجينا تحميره شابه. وخلوا البلاص بين الوحده والوحده. دروك غادي نخلوها تخمر. انا شندير، انا نسخن الفرن، راني نخدم ونسخن الفرن، ومن بعد نطفيه نخليه شويه، ومن بعد ندخلهم باش يخمروا لي بالخف ما يبطوش بزاف. ولي تبغي تخليهم برا تخليهم برا. انا هذه الطريقه تاعي نستعملها دائما. هاي النتيجه في التالي. حمرناهم، نديروا الفرن مسخن مسبقا وندخلوهم يطيبوا، ومن بعد نشعلوا لهم من الفوق يدوا تحميره ونخرجوهم. كي نخرجوهم نطلوهم ديريكت بالحسل ولا ناباج كيما تبغوا، ونزوقوهم من الفوق بالكاكاو. والتزيين يبقى اختياري بطبيعه الحال. شوفوا يجو فريمون شابين، وبصحتكم شهية طيبه، ان شاء الله تجربوهم.